السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي أول مرة بيشوفني وبيتابعني أنا أماني، ودي قناتي قناة المبدع في مفروشات وتفصيل. معانا النهاردة فكرة عبقرية هنعملها من قماشة قديمة عندي، بلوزة كانت قديمة وإيد مساحة، أو المساحة عليا استعملها من الجهتين، جهة شرشوبة وجهة مساحة. طيب هنعملها إزاي بقى؟ هنبدأ نعرفكم. أدا معايا حتة البلوزة هيت القديمة اهيت. هشوف الطول بتاع الشرشوبة اللي أنا عايزاه هيبقى قد ايه، يبقى حوالي من 25 سنتي، وهبدأ اقص. عليا اعمل الحمراء، الخلقة الحمراء دي الشرشوبة، وعليا اعمل شرشوبتين. فهاخد من عند حردة البط اهوت وابدأ اقص. طبعا الشرشوبة بتتعمل من القماش اللي هو القطيفة ده عشان تشرب المية بتاعة الأرضية اهو لحد حردة البط التانية. هنسيب الحردات دلوقتي، الحتة دي هنستعملها برضو. ادي معايا القماشه، عايزه اعملها بالكورنيش ده ماشي، او عايزه اشيل افتح الخسير بتاع خياطه الجنب اهو اهوت جامده، هقصها بالمقص اهو تمام. عايزه اخد الحته دي ماشي، عايزه اخد معاها دي ماشي تمام. انا بقى هعمل ايه؟ هاخد دي الفوشه ديت معاها تمام اهو. هضطر بقى اعمل ايه بقى؟ سيور. دي معايا السير اهو اهو. بسيب المسافه دي، بسيب المسافة دي تمام، وببدأ أعمل التانية نفس الوضع اهو. دي كده معايا واحدة، ودي التانية قصاد منها اهو. اهو لازم يكونوا قبل بعض. اهوت. وهقول لكم انا بسيب المسافة دي لايه. بس لازم تكون المسافات متساوية اهو. معايا كده انا عملت ايه؟ الحبة اللي قدامكم دول اهو زي ما انتم شايفين كده. والله هي كل ما تكون كبيرة كل ما هتلم مية اكتر، واحنا كل اللي عايزينها نمسح وتشرب المية اللي على الارض، نمسح لنا الارضية. فكل ما تكون كبيرة كل ما تكون احسن. وفي طبعا اللي بتتعمل بالخيوط الصوف، لو عايز تعملها بالخيط الصوف، بس بصراحه انا بفضل دي عن الخيط الصوف. بفضل دي ليه بقى؟ انت بدل ما تشتري خيط وتكلفي نفسك، انت كده كده عندك القماش ده مثلا قديم ملوش لازمه، ايه اللي يخليني اروح اشتري بقى؟ يعني من بلوزة قديمة هنعمل شرشوب. شرشوبه النهارده بتتباع ب 35 جنيه ولا ب 40 جنيه، انا بوفر. وال 40 جنيه اللي كنت هشتري بيهم اشتري بيهم ايه؟ بلوزه جديده ليا. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت توفير. وفي نفس الوقت لو عايز اشتري بلوزه جديده واجدد في ملابسي. ويبقى دي كده معانا اخر حاجه في الشرشوبه، اخر سير تمام. شايفين بقى اللي قدامكم دي؟ شايفين القماشه عامله ازاي؟ شايفينها معايا عامله ازاي؟ طيب هقول لكم بقى نعمل ايه. دي معايا اهي، دي العصايه اهيت. واخدين بالكم الحته اللي انا سبتها بقى من غير قص ليه؟ هقول لكم سبتها من غير قص ليه، عشان الف بيها. طبعا دي هنا عامله لي كلكوعه، انا ممكن اشيلها وممكن اسيبها كده كده، احنا عايزين اهو. هنبرمها بقى كده تمام. ادي معايا اهي، ببرم ايه؟ الحته اللي انا سبتها ما قصتهاش
ببرمها عشان تطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. ببرم وبضغط عليها بحيث ان ما تطلعش ايه واسعه. معايا. شايفين المنظر؟ اهي. طب هعمل ايه بقى؟ اجيب لو عندي شمع، هجيب الشمعايه والزق بيها ايه، والزق بيها طرف القماش. طب لو ما عنديش شمع، انا طبعا عندي المسدس، بس لو حد ما عندوش يمسك القصقوصه من نفس القماشه وقوم رابطها بيها فين، من فوق. تمام. طيب احنا هنروح نجيب لكم برضو مسدس الشمع عشان نوري لكم المنظر في الاخر. هاتلنا المسدس بتاع الشمع كده. زي ما انتوا شايفين المنظر ده هيبقى شكلها شاشوبة تحفة من الجمال. تعمل بيه على الارضيه كده، ولتكن دي الارضيه اهو. بس هاتلنا بقى المسدس برضو عشان نلزقه قدامهم كده. وادي الشرشوبه قدامنا اهي. تمام. طبعا ما لقيتش المسدس الشمع سخن، جبت حته خلقه منها وربطتها، ربطت من فوق، واصبحت دي المسافه اللي احنا سيبناها اصلا ما قصناهاش، يعني اللي احنا قصناه اهو. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي مصفى قديمه برده مش لازم اشتري، وجردل من بتوع البيت عادي، واقوم بلاها هو مثلا في الجردل وامسحها اهو. اهي معايا على البلد طبعا، على البلاط طبعا، بس احنا بنوري لكم بس كده ايه، ان الشرشوبه شوفوا فيها القماش كتير اهو، وشكلها جميل، واحسن ما اروح اشتري لي واحده غاليه اهو. وامسح بقى براحتي. بقى دي 2 في 1. ليه بقى 2 في 1؟ لان هي من هنا من فوق من هنا المساحه اهي اهي، ومن الجهه التانيه اهو شرشوب. وانا كده يعني ما اشتريناش، يعني اختراع جميل جدا اهو، اختراع حلو قوي. وما اشتريتش العصايه كمان، يعني انت بتعملي وقت شرشوبه من غير تكلفه ربع جنيه. شرشوبه من غير ربع جنيه، عملنا شرشوبه من غير ما نغرم ربع جنيه، حتى العصايه بتاعتها ما اشتريناهاش. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.